الجزء الثاني من موضوع الخيانة. أنا بيشرفني الكوتش المخضرم، كوتش العلاقات حسام الغروري. وقعت الخيانة سقطة أخلاقية، مسؤولية اللي عملها 100%. والناس دايما تقولها أنا مش سعيدة مع جوزي، أنا جوازي غير سعيد. يعني إيه جواز سعيد ويعني إيه جواز غير سعيد؟ أوقات سيئة بنعرف نجتازها مع بعض، ده برضو جواز مرضي. في ناس مش عارفة احتياجاتها أصلا، مع إنها بتقول أنا احتياجاتي غير ملبية. ساعات جوعي لحاجة معينة تحسسني وكأنها أساسيات. مفيش أمان خالص غير في أخلاق الشخص. كده بقى دخلنا في الكلام الجد. المفروض ان كل نقد لعقد او عهد او اتفاق يبقى خيانه. يعني كل الناس بتخان؟ لا، في ناس كويسه تخان وفي ناس وحشه تخان. الخيانه ليس لها مبرر. موضوعنا النهاردة يستحق البحث والكلام والدراسة، لأنه موضوع مهم جدا وواقعه كبير قوي على اللي بيتعرض له في الحياة وعلى نفسية الناس. وكمان الموضوع ده مليان سرية ومليان أحكام ومليان أسئلة. عشان كده عملنا النهاردة الجزء الثاني من موضوع الخيانة في بودكاست أصل الحكاية. في أول جزء اتكلمنا وقلنا يعني إيه خيانة، وقلنا إن أسباب الخيانة للأسف محصورة في المجتمع في أحكام معينة، والناس بتقول إنه يدوب هو سبب أو سببين. أصل شريكة حياتي ما بقتش مهتمة بيا، أصل العلاقة فيها فتور، أصل أنا في جواز غير سعيد. وبيبقى ده الملخص اللي الناس بتوصله في الآخر. فإحنا وضحنا إن في أسباب أكتر وأعمق من كده بكتير، وإحنا قلنا إن الأسباب دي هدفها مش علشان تبقى حجة ولا عشان تبقى شماعة نعلق عليها حدث الخيانة، إنما الأسباب دي علشان تبقى تفسيرات وعلشان نفهم ونحمي نفسنا إن ده يحصل لنا، أو علشان بعد كده نقدر إن إحنا نتدارك الموقف ده ونبقى فاهمين حصل ليه ونقدر نبدأ بداية جديدة. في الجزء الثاني بتاع حلقة الخيانة في أصل الحكاية، أنا بيشرفني الكوتش المخضرم، كوتش العلاقات حسام الغروري، علشان هنسأل أسئلة أكتر ونتوسع أكتر في الموضوع ونعرف بخبرته إجابات كتيرة جدا لأسئلة ممكن تكون بتدور في ذهن ناس اتعرضت للموضوع ده أو شافته حواليها. أهلا وسهلا بيك ومنورني جدا جدا جدا. اهلا يا نو، ربنا يخليكي، مبسوط والله اني معاكي. أنا أكتر. أول سؤال عايزة أسأله لك، يعني إيه جواز سعيد ويعني إيه جواز غير سعيد؟ بصي، مسألة السعادة دي مسألة نسبية جدا وكل واحد حاجة، بس هو في فكرة انه الجواز يكون مرضي. منظومة الجواز نفسها مش منظومة انت رايح، مش زي مثلا الملاهي، مثلا انا رايح انبسط وارجع، يعني فاهم؟ او زي السينما او حاجة. لا، دي منظومة المفروض انها ليها المدى الطويل والبعيد جدا. المفروض يعني الناس بتتجوز في الاصل عشان يكملوا الحياة كلها مع بعض، وبما انها حاجة طويلة قوي كده فما ينفعش نختزلها بس نبقى مبسوط، ولكنه مرضي. فالزواج المرضي، الزواج اللي فيه اللي اقدر فيه ومارس الحياة بتاعتي، اللي أنا معنى الحياة اللي أنا عايشه في مشاركة حد آخر، بالتأكيد بيشاركني قيمي، بيشاركني البحث عن المعنى ده. ف احتياجاتي اللي أنا بحاول ألبيها وبيساعدني فيها، واحتياجاته أنا بساعده فيها. ده جواز مرضي، جواز مثمر، جواز منتج، جواز جواه حاجات في النص بقى. كمان في أوقات طيبة كتير، بس كمان من ضمن الجواز المرضي أوقات سيئة بنعرف نجتازها مع بعض، ده برضو جواز مرضي. اوقات صعبة ما بنوصلش بيها الى ان احنا نخرج بره الاطار تماما، ده جواز مرضي. يعني تجاوز مناطق خطر في حياتنا، ده جواز مرضي. بنحقق فيها اهداف مشتركة، او كل واحد بيحقق هدف بمعاونة الاخر، او بنحقق اهداف بتعود بالخير عليا وعلى اللي معايا، كل ده جواز مرضي. ده فكرة جواز مرضي. جواز غير مرضي او غير السعيد انت تقولي اللي هو يغلب عليه انه ده مش موجود، اهدافي وقيمي واحتياجاتي غير محققة بشكل كبير، ده اللي ممكن يكون جواز غير مرضي. عجباني قوي الكلمة بتاعت جواز مرضي دي، يعني رائعة بصراحة. لأنه أنا قلت سعيد لأن فعلا هي دي الكلمة اللي المجتمع بيقولها، والناس دايما تقولها أنا مش سعيدة مع جوزي، أنا جوازي غير سعيد.
بس لما نستبدلها دلوقتي بمرضي بتدي المعنى الأعمق أو المعنى الحقيقي فعلا. لأنه أنا دايما بحب أقول إنه لما إحنا بندي اللي قدامنا احتياجاته، ده حاجة أساسية قوي في أي علاقة. يعني دايما الناس بتبقى كلامها متمحور حوالين أنا احتياجاتي إيه، أنا احتياجاتي إيه، اللي هي حاسة إنها غير ملباة في العلاقة. طب احتياجات الطرف الآخر إيه؟ مهم. صحيح. ساعات بتلاقي إن مفيش إجابة. مفيش إجابة أو يعني بصي، مسألة الرضا دي، الرضا شعور كده سطل خفيف خالص. يعني مفيش حد مثلا بيبقى قاعد كده أنا راضي فتلاقيه متألق، لا، في مبتهج، في الحاجات اللي هي المشاعر القوية دي الواضحة جدا. الرضا لا، الرضا شعور على الرغم ان هو الاغلب في حياتك، في حياتي، في حياة اي حد على فكرة. طبعا يعني زي ما انت قلتي، كل ما بلبي احتياجاتي، انا بصحى الصبح تمام، ده رضا. باكل وبشرب رضا، كلها دي حاجات مرضيه. وليه بقول عليها مرضيه؟ مش عشان اللي هو ايه، ارضى بايدك، لا لا لا، عشان لو مش موجوده هتضايق جدا. يعني لو صحينا الصبح ما لقيناش المعتاد، تخيلي مثلا انه حد صحي الصبح عادي، هعمل ايه؟ هفتح التلاجة واكل لقمه، اي لقمه يعني. التلاجة باظت مثلا من امبارح بالليل وانت ما خدتش بالك، فكل الاكل اللي فيها فسد باظ. لا انت مش راضي ولا حاجه، لا، في حاجه غلط هنا، في مشكله. نازل تركب عربيتك ولا تركب مواصلاتك ولا اي حاجه، لا لقيت ان في مشكله في المرور واقفه، او العربيه فيها حاجه، او لا، في مشكله. طالما اليوم ده فيه مشكله، معناها انه ال 500 يوم اللي كانت العربيه فيها شغاله والتلاجة فيها شغاله، المفروض ان ده فيه رضا. وبالتالي هو سطل جدا مش باين، فعشان كده واحد ما باخدش باله منه قوي يعني. الحاجه التانية انه فكره زي ما انت تقولي، اللي قدامي عايز ايه. انا مش بس مش عارف، انا حتى لو عارف الاجابه، هل انا فعلا مهتم بيها؟ لانه في العلاقات المساله بتتحول من طول ما انت سنجل، رضاك الشخصي اساس، والمفروض انك تبص كمان على دوائر حواليك. يعني لما بيبقى باباك، مامتك، اصحابك، لما بتشترك معاهم في خبرات معينه، بيبقى رضاكم انتوا كلكم لازم يبقى زي مثلا انت مسافر، مفيش حاجه اسمها انا مسافر المكان اللي انا عايزه. مسافر مع اصحابك بالتاكيد بتتفقوا على مكان. لما تتجوز بيبقى مش لحظات، بيبقى على طول، بتتحول من الفكر الفردي ده الى الفكر الجماعي دائما دائما. خلاص في حد مشاركني الحياه كلها، فعلى طول انا المفروض ان انا ابص عليه او واخد بالي منه. ففكره ان انا عارف دي مهمه، وفكره ان انا عارف وبشتغل على الحكايه دي بشكل متوازن زيه اللي بيسموه الاوفرول ساتسفاكشن بقى، الرضا الجمعي. اللي هو نهى وجوزها راحوا تجربه معينه، نهى راضيه بنسبه 10/10، مبسوطه قوي، بس جوزها 2/10 مش مبسوط خالص. الاوفرول لو جمعناهم على بعض، لو عجناهم يعني 12، 10 و2 12. وممكن جدا تكون نهى راضية 7 وجوزها راضي 5، دول برضو 12، بس ال 12 الأولانيين متوزعين في اتجاه نهى، التوزيع بتاعهم عشان نهى. وبالتالي جوزها هيخرج من التجربة دي مش مبسوط، مش بس مش مبسوط، حاسس انه في مشكلة في الثقة مع نهى، لأنها اختارت سعادتها على سعادتي. 7 و5 انا مش مبسوط قوي على فكره، 5 يعني، بس نوع كمان مش مبسوط. يعني عادي، احنا الاثنين بنتشارك في تجربه مش جايبه احسن حاجه. بالتالي ده الطبيعي في الجواز، انه معظم التجارب اللي بنعيشها متوزع فيها الرضا علينا احنا الاثنين، بنشوف رضانا احنا الاثنين. عشان كده امر زي امر الخيانه مثلا بيبقى فيه مشكله كبيره قوي، لانه بالتاكيد انت اخترت رضاك على حساب رضا الاخر، على حسابه، فانت كلت مني يعني. وبالتالي لا، الثقه طبعا بتتهز جدا، انت رايح تاخد رضاك على رضايا. ففكره ان اللي قدامي مرضي، ده جزء اصيل من العلاقه، وان انا كمان مرضي. يعني التضحيه برضو ما هيش اللي هو مش مهم انا والمهم قدامي، لا لا، احنا الاثنين مرضيين في العلاقه، ده موضوع مهم، واحنا الاثنين مراقبين ده طول الوقت. يا ترى نسب رضانا متوزعه صح، ولا في حد راضي قوي والتاني مش راضي؟ طيب يعني تفتكر لو حد مثلا في جواز حاسس انه احتياجاته دي غير ملبية، احتياجاته بقى النفسية والعملية وكل حاجة، هل نقدر نقوله فكر في احتياجات الآخر وابدأ بيها، ويمكن ده يوصل العلاقة انها تبدأ في سكة كويسة؟ يعني طبعا
ده بس في حاجة واحدة مشكلة، إن هو باعتبار إن الاتنين ما بيتكلموش، يعني إحنا مش خرس، إحنا عندنا communication، وبالتالي أنا ليه هو يبتدي بإن هو يرضيني أو أنا ابتدي إن أنا ليه إحنا ما بنتكلمش مع بعض؟ ليه إحنا ما نقعدش عشان نسأل هو أنت فعلا أخبار مدى رضاك عن العلاقة دي إيه؟ إيه اللي ناقصك وإيه اللي أنت محققه؟ وأنت كمان نفس الكلام. وبالتالي نبتدي نكتشف هل فعلا الحكاية كده؟ هل فعلا الحكاية إن في واحد مش مرضي وواحد مرضي؟ ولا في واحد الاتنين مش مرضيين ففي واحد من كتر عدم رضاه بقى يدي هو كمان؟ ولا ايه الموضوع؟ لما نتكلم هنبتدي نشوف طب احنا هنعمل ايه. هل فعلا في واحد رافض انا مش هديكي حاجه، انا مش هديك حاجه، ولا لا انا مستعد اتعاون بس اذا كمان الموضوع بقى متناسب زي ما قلنا كده اللي هو باخد ودي. لانه احيانا على فكره الناس اللي بتقول انها انا باخدش احتياجاتي بيبقى فعلا لما بنبص وبنقعد مع الاثنين يعني انت بتاخديش احتياجاتك بصراحه ولا بتساعدي اللي قدامك على انه ياخد احتياجاته. انت بس عايزه احيانا، مش بقول كل الناس يعني. ف اوكي فيبقى كده لا في خلل. فيبقى لا الجوازه مش بايظه، هو رغبتك انت في العطاء جوه الجواز، او زي ما بقول كده دايما كفاءه الاخذ والعطاء في مشكله، يا في الاخذ يا في العطاء يا في كلمه كفاءه. يعني ممكن يكون الاخذ والعطاء موجودين بس مش كفء، وفي حاجه اسمها كفاءه الاخذ، يعني زي ما انت بتدي بكفاءه انت كمان بتستلم بكفاءه. طبعا لما زوجك يجيب لك هديه وانتي ما تديلوش الابريشيشن التقدير على الهديه دي، طب ما انت كده ما كانش فيه كفاءه في الاخذ، انت استلمتي بس ما كنتيش كفء في الاخذ، وده اثر عليه هو. بعد شويه ممكن يكون هو كمان بقاش كفء في العطاء، لانه عطاء ما بيجيش من وراه حاجه، ما باخدش من وراه حاجه. فبندور هنا ندعبس هنا شويه، لانه العلاقه فيها داينامكس، فيها ديناميكيات كتيره قوي وحاجات كتير قوي، مش سطرين كده يا اما يا اما لا. عجبتني قوي كلمة كفاءة، لأنه زي ما كنت بقولك من شوية، لما بسأل حد ايه احتياجات شريك حياتك، فعلا ممكن يبقى مفيش رد، لأنه مش عشان هي شخصية وحشة ولا أي حاجة، ولا إنها أنانية ولا أي حاجة، بس ساعات الإنسان بيبقى مغموس قوي وغرقان قوي جوه احتياجاته هو اللي مستنيها كل يوم، ويوه ما جاتش، ويوه ما قاليش كذا، وبرضه نسيني وبرضه كذا. فمن كتر ما هي غرقانة قوي في احتياجاتها مش قادرة تبص على احتياجات شريك حياتها وهو كمان نفس الحاجة. وارد جدا. فكفاءة دي رائعة، وإن الإنسان يقدر يخرج بره احتياجاته مش للأبد، for a while بس، ويجرب يدي احتياجات الآخر، يمكن الآخر يبدأ يطمن ويدي هو كمان، يمكن ساعتها ده يجيب نتيجة ونجرب. هو ده اصل الالتزام، يعني اذا كان الجواز التزام كوميتمنت، فهو الالتزام بالنسبه لي يعني هو الاستمراريه في كفاءه الاخذ والعطاء، انك انت مستمر على انك انت تدي بكفاءه وتستلم بكفاءه، حتى لو وقعت، لأن كلنا بنقع وبنقع كتير يعني، بس في الاخر انا لسه عندي ان انا مستمر في كفاءه الاخذ وكفاءه العطاء. اللي انت بتتكلمي عليه ده صح، تبقى هي منشغله يمكن باللي مش موجود، وبالتالي الكفاءة بتاعت عطائها هي قلت، او هو منشغل بحاجة وبتقل حاجة. احيانا بيبقى في ناس بتدي كتير قوي، اكيد بتشوفي ده، طبعا. ستات او رجاله بيدوا فعلا، يعني لما بيقول لك هو بيعمل ايه، انت بتعمل كتير بس انت ما بتعرفش تاخد، ما بتعرفش تستلم. يعني اللي قدامك بيعمل بس انت مش مقدر ده خالص، نسيه لانك مشغول بحاجه تانية، او بتدي بس مفيش كفاءه في العطاء. يعني النهارده لما حد يعني مش مشهورة أوي الكلمة اللي هقولها دي، بس يعني بتحصل والله، الرجالة بتتظلم أحيانا، بعض الرجالة أيوة لما يكون راجل بيشتغل حقيقة الأمر 12 ساعة، حقيقي بيشتغل فعلا وبيطلع فلوس، والفلوس دي فعلا رايحة لبيته بشكل كبير وعامل فعلا حاجة لبيته، هو هنا بيعطي، بس ممكن كفاءة العطاء تبقى فيها مشكلة. بيعطي وزي مثلا ربنا بيعلمنا كده انه في صدقة، بس في صدقة يتبعها من او اذى، كده كفاءة بتاعت الصدقة باظت. فاحنا كمان هو بتدي بس كفاءة، ستريس كتير قوي، عصبي جدا، بتشتم من اللي حواليك، بتغلط في ولادك، بتغلط في مراتك، فانت بتديهم فعلا حقيقي، بتديهم موجود، بس كفاءة العطاء فيها مشكلة. لو اتظبطت كفاءة العطاء، مين يكره حاجة زي كده؟ مين يكره عطاء كفء جيد والأخذ نفس الكلام؟ ولما قلت يا حسام الكابل مش خرس والمفروض يعبروا عن احتياجاتهم وكل واحد يقول أنا احتياجاتي كذا،
هنا انا بلاقي في حاجتين بقى. اول حاجه ان في ناس مش عارفه احتياجاتها اصلا، مع انها بتقول انا احتياجاتي غير ملبيه. دي شفناها كتير، انه طب انتي احتياجاتك ايه؟ احس انه بيحبني. طب طب يعني اللي هو ايه بالظبط؟ فرأيك ايه؟ في يعني في تقسيمات كتير قوي الحكايه دي، بس هناخد مثلا تقسيمه. مثلا في حاجه اسمها ضرورات، اللي هي الامور اللازمه للبقاء عشان اعيش يعني لازم اكل ولازم اشرب ولازم حد يسال عليا. لا يعني في حاجات اللي هي اساسيات زي ما بيسموها ضرورات، وفي الاحتياجات اللي هي ساعات يسموها عارفه الوونتس كده، اللي هو حاجات انا محتاجها، انا عايزها. حاجات اللي هو انا نفسي حد يكلمني بالطريقه زي نفسي اسافر. دي مش ضرورات للبقاء ولا حاجه يعني انت مش يعني، انما نفسي اسافر. وفي حاجات بتبقى كماليات، اللي هو تعالى نطور، يعني هو ما يضرش كمان لو عملنا كذا لو عملنا كذا. ساعات الامر بيختلط، ساعات جوعي لحاجه معينه تحسسني وكانها اساسيات. جوعي لكلمه رومانسيه، وفي فرق بين كلمه رومانسيه وكلمه حلوه. كلام حلو كتير. تسلم ايدك كلمه حلوه، مش رومانسيه ولا حاجه بس حلوه. شكرا قوي على تعبك معايا كلمه حلوه وان لم تكن رومانسيه. ربنا يخليكي لينا، كل ده كلام حلو ولكنه مش رومانسي. في كلام رومانسي. وفي كلام اللي هو التجاوب. ايه ده مش عارف ايه، طب ناوليني ده اعمل ايه. مين فيهم ضرورات، مين فيهم حاجات، مين فيهم كمان. احيانا جوعي للكلمه الرومانسيه وتحسسني وكانه ان دي اساسيات. اللي هو انا ازاي يعني عايشه من غير كلمه رومانسيه؟ لا ممكن تعيش من غير كلمه رومانسيه. من الفضل ان اللي قدامك، او من المعروف من باب المعروف ما عرف بين الناس من الخير، ان لما يكون في كلمه عرفت بين الناس نقولها، ما يجراش حاجه صح. بس ده مش معناه انك انت فقدت اساسيات الحياه، انك انت احيانا الناس بيختلط عليهم كده، رجاله او ستات، يعني مش عارف الامثله بتيجي ناحيه مين، بس يعني رجاله ممكن نفس الكلام. انت معتقد انه في امر من امور الحياه صح انت مفتقده وعايزه، ومن باب الفضل ان مراتك تعمله. زي مثلا ان مراتك تخصص ليك وقت من وقتها لخدمتك انت، شيء من الدلع مثلا. مش مشكله، ده فضل لو ست عملته على فكره، وحاجه لطيفه جدا وجميله ومن المعروف اللي عرف بين الناس بالخير. بس ده ما يبوظش الحياه، ده مش هو ده اللي هيقيم حياه. فممكن حد جعان لحاجه زي كده، نفسه في حاجه زي كده، فيعتقد ان دي من الاساسيات، فيتجه ان هو انا واخد ايه من الجوازه دي. لا، هو انت واخد حاجات كتير قوي، وفي حاجات مش موجوده وممكن تبقى موجوده. عشان كده بقول مش خرص نتكلم. ممكن جدا حد يبتدي يبقى مش واخد باله انه في فضل ما بيعملوش او معروف ما بيعملوش، ويبتدي يعمله، ما يجراش حاجه. بس مش من الاساسيات. انا اللي بنتكلم عليه بقى اللي هو مفتقد في الحياه، الاساسيات اللي بتخلي حد يقول لك لا انا مش هقدر. زي مثلا لما ناقشوا موضوع الهجر. هجر راجل او ست هاجر مراته بقى له سنه. دي اساسيات. ما فيش اللي هو ايه، ما انت اسمك متجوزه وببعت لك فلوس. لا دي اساسيات، انا ما اعرفش اعيش من غيرها، يبقى نتكلم فيه وهكذا. فموضوع تلبية الاحتياجات ده ممكن يبقى على الأقل إن إحنا بنعمل اللي علينا، إن أنا عرفت احتياجاتي واحتياجات الآخر، كهذا الشخص بالذات احتياجاته كذا. ممكن تحمي العلاقة بنسبة معينة من إنها تروح في سكة الخيانة. كده بقى دخلنا في الكلام الجد. الخيانة أمر واسع، لأنه المفروض أن كل نقض لعقد أو عهد أو اتفاق يبقى خيانة. صغيرة كبيرة، مست العاطفة، مست المال، مست، يعني في الآخر هي خيانة. أنا اتفقت معاكي على حاجة وخنت هذا الاتفاق أو الوعد أو العهد طويل الأجل ده. طبعا بنتكلم على الجواز، بنتكلم على عهد كبير، عهد المفروض ان احنا بناخده على انفسنا ساعة الكتب الكتاب او عقد القران، هيستمر طول العمر. فانا بأعاهد الله وتعاقد مع الشريك على اني مكمل في العهد ده. خرق هذا الاتفاق خيانة. الخيانة نفسها كفعل جاي منين؟ من اللي فعله، من اللي عمله.
ومفيش اي حد من حقه ان هو يخون مهما كان اللي قدامه عمل ايه، لانه دي واحدة من العهود مش واحدة من العقود. يعني لما اعاهد اللي قدامي معناها انه مهما اللي قدامي عمل انا مستمر على العهد، وده طبيعي لانه عهد الخيانة ده عهد الاخلاص، هو عهد بيني وبين ربنا قبل اي حاجة. فواحدة جوزها خانها تخونه؟ لا طبعا. لا، هي على العهد. تمام، ما فيش حاجة اسمها كده. ده عهد. وبالتالي اللي خان مفيش حاجة اسمها أصل مراتي ضايقتني، أصل جوزي ضايقني فأنا خنت. وبالتالي فعل الخيانة أو واقعة الخيانة وقعة أو سقطة أخلاقية من اللي عملها، أنا غيري أي حد. ومحدش يترفع قوي كده، لأنه اللي ربنا ستره الحمد لله، واللي سقط الباب كله مفتوح إن شاء الله للتوبة والعودة يعني. فمفيش حد بعيد عنها، حتى لو كان حد ما جرتلوش لغايه دلوقتي الحمد لله ربنا ستره وحافظه، بس في الاخر هي سقطه اخلاقيه. بس في حاجه اسمها مهد، في حاجه اسمها بيئه مناسبه قوي تخلي هذه السقطه اكثر احتماليه للحدوث لو انا ضعيف. وبالتالي سقطه وقعه الخيانه سقطه اخلاقيه، مسؤوليه اللي عملها 100%. البيئه اللي حصلت فيها وقعه الخيانه جايز يكون فيها، يعني البيئه دي اللي هي مثلا علاقه سيئه، واحدة بتتضرب، واحد مراته بتتجاهله، بتديلوش حقوقه، بيئة خصبة لظهور سقطات أخلاقية زي الزعيق وزي الضرب وزي النكد وزي الخيانة، سقطات أخلاقية بيئة. ولكن تظل السقطة الأخلاقية مسؤولية صاحبها 100%، مفيهاش كلام. وبالتالي ما ينفعش أقول أنا خنت عشان اللي قدام، أنا خنت عشان أنا كنت راجل سقط، ضعفت وسقطت هذه السقطة، أو ست. ده اللي حصل، ده موضوع. وفي موضوع تاني بيقول ان انا كنت في بيئة صعبة شوية، بيئة عمل، بيئة جواز، بيئة تخلي فتنة السقوط دي احتماليتها عالية ممكنة، وده احنا كلنا عارفينه في بيئات كده. فممكن جدا الجواز يكون بيئة خصبة لان حد يسقط سقطة اخلاقية لانه جواز صعب وسيء وفي مشاكل، بس مش هو سبب الخيانة. ما ينفعش نقول كده. احنا ككوتشز بيبقى عندنا تفهم وتعاطف مع الكيسز دي كلها، لان احنا بنبقى فاهمين انه ده ليه اسباب عميقة وانها ممكن تتعالج وما تتكررش تاني، وخصوصا لما الشخص يبقى جاي ومتضايق وعارف انه لا ده مش هو، وده انا ما كنتش كده ومش عايزة ابقى الشخص ده. بس انا متفقة معاك لازم يبقى عنده من الصدق والتواضع انه يقر انه مش الشخص التاني هو السبب. فده اللي دفعني ان انا اوضح انه لا، الموضوع مختلف عن كده. حتى لو في تقصير، حتى لو في مشاكل في العلاقة، حتى لو في اي بيئة خصبة زي ما انت قلت للموضوع ده، مش المفروض الشخص اللي وقع عليه الخيانة ان هو يحس بعدم الثقة في نفسه وعدم الثقة في الجواز وفي العلاقات وفي الناس يعني الموضوع بتبقى صدمة رهيبة محتاجة توضيح للمعنى. طبعا المعاني دي بتبقى مهمة جدا، لأنه خلل المعاني بيصيبنا كلنا بمشاكل. من المعاني دي عارفة حضرتك أستاذتنا في التربية يعني، فكرة العقاب والعواقب. طبيعي ان انا ابقى عارف ايه هي العواقب المنتظراني. العواقب بتاعه زواج سيء معروفة، انه في خصام، انه في حتى طلاق، مش دي عواقب الوخيمة بتاعه. انما في واقعة الخيانة انت جبت لي عواقب هي مش المفروض تكون موجودة اصلا. انت فجأة ظهرت لي بحاجة اللي هو ماشي يا سيدي جوازنا سيء مني، سيء منك، يعني سيء من حد، بس مش الطبيعي انه يبقى عواقب ده الخيانة. وعلى فكرة الموضوع ده وقعه على الراجل أقوى كمان. يعني تخيل لو الراجل بتقولي له لو ضايقت مراتك هتخونك، لا دي مش العواقب. ضايقت مراتي ماشي، تطلب الطلاق ممكن، تتخانق وارد، تخاصمني ماشي، يعني هنا ممكن دي العواقب اللي أنا متخيلها. إنما تخوني لا، دي عواقب مش متخيلة خالص. فلما يجي حد يقول لي لا ده ضمن الموضوع، لا طبعا ده أمر مرفوض تماما. العلاقة ساءت، عندنا قنوات شرعية، دي قناة غير شرعية. ومش بس قناة غير شرعية،
يقدر يعملها حد التاني، طب انا ما اقدرش اعملها. راجل عملها، الست مش هتعملها. يعني انا خنت مراتي، طب ومراتي تعمل ايه؟ دي قناه مقفوله عندي اللي انت بتفتحها عندك انت. وبالتالي فعل الخيانه حقيقي زي ما قلنا سقطه اخلاقيه بعيدا تماما عن جذورها، او جت ازاي، او المشهد اتبنى ازاي. في مشهد اتبنى وممكن نتكلم فيه، بس الواقعة نفسها، السقطة نفسها لازم نعترف انها سقطة اخلاقية بعيدا عن اي مبررات. الخيانة ليس لها مبرر اطلاقا، وان كان ليها زي ما قلنا كده بيئة وخصبة وظهرت فيها وبتاع، وارد. البيئة دي مش شرط تكون البيت اصلا كمان. يعني الست اللي حضرتك بتقولي عليها اللي قالت ان هو انا وحشة، لا، هو يعني واحسن ناس اتخانوا ممكن. يعني كل الناس بتتخانق؟ لا لا لا، في ناس كويسه اتخانت، وفي ناس وحشه اتخانت، وفي ناس كويسه ما حصلهمش اي حاجه وزي الفل، وفي ناس وحشه على فكره ما حصلهاش مفيش اي حاجه وزي قاعدة الفل. يعني. وبالتالي الموضوع it's not about you. سقطه اخلاقيه يعني جت من حد نتيجه انك انت اسأتي او لا، نبقى نفكر فيه صح. يعني في فصل ما بين بني ادم اخطأ وعلاقه ما كانتش احسن حاجه. ما ينفعش نربطهم الاثنين ونقول هو اخطأ عشان العلاقه مش احسن حاجه اذا اللوم على الاثنين. لا، اللوم مش على الاثنين. لا، اللوم مش على الاثنين. واحده خانت جوزها اخطأت عشان هو لا معلش انا اسف جدا، نقف هنا وقفه. هي اخطأت، عودتها، توبتها، مش عارف ايه، السماح، مش كل الكلام ده امر تاني. انما هو العلاقه نفسها سيئه، ده موضوع تاني. لو العلاقه مستمره بينهم نبقى نشوف ازاي العلاقه تتظبط. انما ده خطأ. انما ما ينفعش انا اعيش حياتي على اني لو علاقتي بمراتي ساءت هتخدني. ما ينفع، ما حدش يحط لي مبدأ زي ده ابدا. فده المفروض طبعا هو يكون واضح جدا كمعنى في عين انه دي حاجه هو سقط فيها. ما اقعدش انا افكر هو يا ترى انا عملت له ايه. ده حتى سؤال بيتسال، عملت لك ايه عشان تعمل فيا كده؟ وهي ما عملتيش حاجه، انا اللي عملت كده. انت مش لازم تكوني عملتي حاجه. سقطه اخلاقيه جت من هنا من هنا من هنا بسبب ان بيتي وحش، او بسبب ان انا فتنت في حاجه، او ان الضغوط عليا كترت فمش عارف لقيت نفسي، او ان حطيت نفسي في مكان غير لائق. كل ده مش لازم يكون علاقه. عشان كده أنا لما باجي أقول للست ما تاخديش الموضوع بشكل شخصي، بيبقى كأني بقول حاجة خيالية. يعني هي بتقولي ازاي يعني أنا نفسي نغير المعتقد ده على فكرة. يعني إن الست ما تاخدش الخيانة بشكل شخصي، آه، إن أنا وحشة. وللأسف ده روتد في المجتمع، يعني فكرة في المجتمع. لما تيجي تسمع ناس بتتكلم أصله خانها، أصل هي، طب هي أثرت في إيه؟ اصل هي تلاقيها اصل هي عشان بتشتغل طول النهار، اصلها هملت في شكلها، اصلها تخنت، اصل انتوا يا جماعه الشيفت كده راح فين يعني؟ انا برضو مش عايزه اقول ده له ان سبب، ده له سبب. بس السبب ده بيتحرك على فكره وبيختفي. يعني سنين كده والكلام ده هيقل جدا جدا. لانه السبب ايه؟ السبب انه احنا بنينا العلاقات اساسا على فكره انه بيحبني، وانه بيحبني بس. وبالتالي العلاقه مش مبنيه عشان العلاقه جيده او سيئه. الاصل في العلاقه زمان انه بيحبني، وبالتالي لما لما يحب واحده تانية معناها انه فضل حد عليا. تمام. سيبك بقى من العلاقه حلوه او وحشه، مش ده اللي بنبص له، بس اكيد في اي حاجه. ما هو احنا بانيين الموضوع على ان انا الوحيده، انا الشخص المبهر اللي دخل. اولا العكس، انت الشخص اللي ما كانش فيه زيه، واللي. وبالتالي معرفه حد تاني معناها انه الكلام ده كله سقط، مش حلوه، مش عاجباك، مش راضياك. احنا بنينا ده. انما اول ما نبتدي نبص على العلاقه بانها علاقه، وانه الاشخاص ملتزمين في العلاقه عشان هو ملتزم في العلاقه، مش عشان اللي قدامه حلو او وحش، او هنا هيبتدي يتغير الامر. هيبتدي يبقى والله ده خروج عن النص. زي بالظبط لو واحد جاب مال حرام، خروج عن النص. مفيش واحده بتقول مثلا جوزها مثلا جاب فلوس حرام فتقول لك ايه انا عملت لك ايه، ما بتقولش كده. صح، ده موضوع تاني خالص. انت سقطت سقطه اخلاقيه. يوم ما هنتعامل مع الموضوع بنفس الطريقه، دي سقطه اخلاقيه خاصه بيك انت او بيك انت، وهيبقى اسهل على فكره في التعامل. يعني حتى في ان انا مسامحك او مسامحك لهذه السقطه، اذا كنت اقدر اسامح يعني، ده كلام. لأن مسامحك على هذا الاختراق لحياتنا الزوجيه. انما لما اكون شايف انه والله انا سقطت، وان انا اتهنت، وان انا اكيد انت فضلت حد عليا
هيبقى ساعتها صعب جدا بصراحه ان انا اسامح. يعني واحد هني وهزقني وبهدلني، ارجع ازاي؟ هنا الحقيقه لا، هو عمل حاجه تانية. ما اعرفش عند الناس ايه، بس هو سؤال دايما بساله: واحده اتضربت وواحده اتخانت، الاتنين فيهم الم، ولكن ايهم اللي ممكن توصفه انه اهانه ليك، وايهم ممكن توصفه انه اهانه للشخص اللي عمل اللي عمل الفعل نفسه؟ حلو قوي السؤال ده قوي. لانه لما حد ضربني او شتمني، مراتي شتمتني، هي فعلا اسقطت عليا انا حاجه، انا فعلا هي غلطت، وكمان اللي عملته خبط فيا. هي إهانة، شيء مهين. انما في الخيانه الحقيقه بص شويه كويس كده، هي اخطات، الامر ملوش علاقه بيا اصلا، هي اخطات وبس. ماليش دعوه دلوقتي بتسامح ان حد يسامح او يطلق، ده موضوع شخصي. انا بتكلم على الفكره نفسها، الصقها بيا ليه؟ هو فعله هو وجعني بس ما قللش مني، ما قللش مني انا في حاجه، ولا راجل ولا ست. عشان كده أصل الحكاية في العلاقة إنه الراجل أو الست ملتزمين ناحية العلاقة وملتزمين أخلاقيا، صحيح. وهو ده اللي بيخلي الشخص ما يخونش. مش إنه هو زي ما أنت قلت دي حبيبتي اللي ما حصلتش في الدنيا اللي ما فيش زيها. أوكي، ما هو في حب وفي عشرة وفي كل حاجة، بس مش هو ده الحاجة اللي هتحميني أنا إن جوزي ما يخونيش، إنه بيحبني بس. هو ميثاق اخلاقيات، الجواز ميثاق اخلاقيات. احنا بنتجوز وفقا لسنه معينه، مش كده؟ كتاب الله وسنه رسول الله. او حتى لو مسيحي بتجوز برضو وفقا للدين المسيحي او تعليماته. وبالتالي هذا الدين احكام وميثاق اخلاقيات ومنظومه اخلاقيه داخل الاحكام. فالحكم ان انا متجوز، تمام، بس في ميثاق اخلاقيات جوه، التعامل، الكلمه الطيبه، الابتسامه، مش نفس الكلام. فعدم الخيانه ده جوه ميثاق الاخلاقيات بتاع الجواز. هو ده قصته، انه خرق لميثاق الاخلاقيات الخاص بمنظومه الجواز. مش اهانه لحد، مش خبط لحد، مش وجع لحد. هل الميثاق ده ممكن فعلا يخترق احيانا؟ طبعا، من الزوج ومن الزوجه. لسه لما كنت بتكلم معاكي، واحده ماسكه التليفون وبتكلم مامتها على مشاكل جوزها او على اخطاء جوزها، فبتقول لها وانا قرفت وزهقت وده راجل مش عارف دمه تقيل وباب. هل دي نميمه؟ هل دي غيبه؟ هل دي سواء بقى كلام صحيح او مش صحيح؟ طب ما ده خطأ وسقطة أخلاقية وخروج عن ميثاق أخلاقيات الجواز. بس احنا بنعدهاش حاجة، يعني ما بنعدهاش على أنها خيانة، بس هي خيانة ليس لها هذا الأثر من الوجع، بس هي سقطة أخلاقية لازم تتوب عنها وتبطلها وتوقفها. فأحيانا بيحصل خرق، صحيح في خروقات كبيرة قوي وفي خروقات أصغر ولكن وارد أنه يحصل هذا الخرق. بس لما نبص له على انه خرق لميثاق الاخلاقيات وسقطه اخلاقيه، غير لما نبص له على انه خنجر طعم بيه مش عارف كذا، والكلام ده كله مختلف شويه في الرؤيه. بالظبط. والمفهوم ده هيفرق كتير قوي 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 مع الناس. ومش معنى كلامنا انه حد حاسس انه احتياجاته غير ملباة او ان العلاقة بقت مرهقة او ان الشخص التاني بقت عنده مثلا سلوكيات او عادات مرفوضة، انه خلاص لا والله انا ملتزم واخلاقي زي الفل، انا مش هعمل اي حاجة بقى وهتقبل الجواز ده زي ما هو. لا طبعا، يعني ان احنا في اوريدي اوبشنز تانية اللي هي زي ما احنا اتكلمنا قلنا، ان انا هعبر عن نفسي، ان انا هطلق، يعني في بقى سكك اخرى مختلفة كلها لازم تكون بعيدة عن ان انا اخرج عن سكة الالتزام والاخلاق. لان زي ما قلت لك كده هم امرين مختلفين. اخلاقك، فكره اخلاق دي اصلها سنجل او متجوز. هو انت عندك اخلاق ولا لا؟ هو الواحد ما بيجيلوش اخلاق بعد ما يتجوز، يعني ما بيكتسبش الاخلاق اللي هو انا هتجوز وابقى اخلاق. هو انت عندك اخلاق ولا لا؟ بغض النظر عن هستقيم بقى، هتجوز بالظبط. واستقيم بقى. فالبني ادم اخلاق، سواء سنجل او متجوز، عندك اخلاق يعني عندك اخلاق. اتجوزت انا مش هتكتسب اخلاق بعد الجواز يعني. عشان كده بقول لك موضوع الاخلاق ده موضوع، ومساله ان جوازك فيه مشكله ده موضوع تاني. فكره انه جوازي فيه مشكله فيحق لي الخروج عن الاخلاق ده مش حقيقي على فكره. حتى في السنجل، فكره انك انت سنجل، انك انت اعزب فيحق لك الخروج عن اخلاق، لا برضه. السنجل ممكن يخون ربنا برضه، يخون عهد الله، مش عادي يعني، ممكن، وارد، ده بيحصل، ويتوب ان شاء الله يبقى زي الفل، بس بيحصل.
ده حاجه وده حاجه. امر الجواز زي ما حضرتك قلت بالنسبه لي انا هو له ثلاث مخارج مفيش غيرهم. اما الصلح، الحديث عن المشاكل واعاده الاتفاق، اما بالتعديل الاتفاق نفسه او بالعوده تاني للاتفاق القديم، ماشي ده اسمه الصلح. او التغافل، الامر برمته حلو وماشي والحمد لله مرضي، طنش دي يا واد. او الرحيل، سلام عليكم. هي دي الحلول اللي عندك، انت ما عندكش حلول تانية. ما عندكش حلول فيها سقطات اخلاقيه، اشتم، اقل ادبي، امتنع، اقصر في دوري كست او كراجل. مش ده بس احنا عندنا الكوميونيكيشن عموما، التواصل عموما في مشاكل كبيره، فبنبتدي نختار حلول فرديه لمشكله جماعيه. مشكله جمعت اتنين، يختار واحد منهم بس الحلول اللي يعتقد انها حلول سليمه بالنسبه له. أو سواء ان انا استمتع انا بقى بمعزل عن الجوازه دي، او ان انا اسكت وخلاص، او ان انا ابتعد عنه او عنها، اللي هو ابقى في حالي. حلول تسيء للجواز لانها فرديه، لان ده حلك انت، الحل ده ممكن ما يكونش بيناسب اللي قدامك يعني. ومنها طبعا حل الخيانه للاسف يعني. عشان كده هنا في رجالة بتقولك ايه، طب انا بقى يعني هبقى في العلاقة الموازية دي احسن لها ما اطلقها يعني. ما هو ده الكلام بقى، انا بشكل فردي ابتدي افكر انه احسن لي او احسن لها. انا متضايق، فاروح انا اعالج ضيقي ده بان أنا اعرف واحده، يبقى انا كده حليت الموضوع لمين؟ لنفسي. ما فكرتش اصلا في اللي قدامي هيحصل له ايه. بس الاقي ان انا، طب ما انا مخبي، ما انا لما اخبي هو مش هيعرف وبالتالي مش هيتضايق. بص انا عمال اكلم نفسي ان دي بالظبط. حلول. او حل تاني ان انا اعرف واحده تانية، فلما اعرف واحده تانية هبقى انا مبسوط، فهقل عصبيتي وفعلا هبقى على فكره رايق بقى وممكن وعندي جدا وسع وممكن يحصل كده فعلا. لا وعوضها كمان وما تيجي نعمل ونعمل، الله ده انت بقيت حلو قوي. بس برضه حل فردي ليه؟ لاني ما عملتش حساب اليوم اللي هتقفش فيه هيحصل ايه عند اللي قدامه، هيحصل انا كمان ايه يعني. فانا ما بعملش حسابي. وهكذا حلول فرديه مع دماغ انا بقى او مع المجتمع. ساعات في حلول بتبقى مقبوله اجتماعيا، يعني ما فيش حاجه فانا بمشي بحلولي من غير ما اقعد مع الاخر ونتكلم. طبعا استحاله اقعد مع الاخر اقول له طيب ايه رايك انا هعرف عليكي واحده، واستحاله. بما انه استحاله يبقى الحل ده انت عارف كويس قوي انه عمره ما هيبقى حل مرضي للطرفين، لان بالسهوله انت ما تقدرش اصلا تعرضه على الطرف التاني. لو قدرت تعرضه على الطرف التاني اتفضل، لو وافق بالتوفيق. بس هو لا هينفع يتعرض ولا هيوافق ولا هيرضيك انت شخصيا، لانه كمان مره برجع اقول ايه، ده مش حل اساسا العلاقه الزوجيه، دي سقطه اخلاقيه. حتى لو مشيت في الجواز انت بتسقط سقطه اخلاقيه، والسقوط الاخلاقي اكيد عواقبه صعبه بغض النظر. وده مش اتهاما لحد بحاجه، ده واقع، ده سنه كونيه. السقوط الاخلاقي عواقبه سيئه، هنا هناك على علاقه على ف ساعات واحدة تيجي تسألني تقول لي مين الشخص اللي أحس معاه بالأمان إن علاقة الجواز دي هتكمل، مش عرضة للخيانة. م. فأنا بقول لها مفيش أمان خالص غير في أخلاق الشخص. يعني مش هينفع يبقى فيه أي حاجة تانية تحميكي، لأنه كده كده هو يعني كده كده مفيش حاجة مضمونة يعني في الحياة يعني. طب مفيش ما نيجي حاجة اسمها تعالى certainty يعني. نقلب السؤال. هو انت لو سالتيها هي قلت لها هو ايه اللي يضمن انك انت ما تخونيهوش، يبقى ردها ايه؟ في الأغلب الرد هيكون لا أنا ما أعملش كده. حلو. يبقى احنا بندور على ايه؟ على السورس. هو ايه اللي يخلي البني ادم ما يعملش كده؟ فلما تساليها تقولي لها طيب انت ما تعمليش كده ليه؟ انا ما اعملش كده ليه؟ ايه اللي يخليك انت ما تعمليش كده؟ هو الرد ده هو السورس. يا ترى ايه السورس اللي بيودي؟ لانه مش مساله مفيش خيام مفيش امان، هو فكره انه الامان نفسه بينبع منين، يجي منين. اصل الامان دي معناها ايه؟ معناها علاقه مهما حدث فيها ايا كان التوتر بتاعها وشكلها عامل ازاي، مش هتروح في عواقب تسبب لي هذا النوع من انواع الجرح. حلو كده؟ حلو. ايه اللي يخلي بني ادم ما يروحش في السكه دي؟ عشان كده بوجه السؤال ليها هي، انت ايه اللي يخليك ما تعمليش كده؟ عشان انا ما اعملش كده. ليه ما تعمليش كده؟ عشان ديني، عشان اخلاقي، عشان انا ما بحبش كده، عشان تربيتي. تفرق الاجابه دي، تفرق جدا، لانه ده اللي بيحصل. عشان انا بحبه. لانه الحقيقه الاجابه دي تختلف اختلاف كبير. لو انا واخد
واخدة واحد عشان بيحبني فأنا مأمنة إنه مش هيخونّي، طيب هو في يوم من الأيام ممكن الحب يزيد وينقص، إذا كان الإيمان بيزيد وينقص فما بالِك بالحب يعني. لمّا الحب ده ينقص، إيه الأخبار؟ مش هابقى متطمنة، صح. ليه مش متطمنة؟ لإن أنتِ أصلًا ال الsource المصدر بتاع الإخلاص جايباه من العلاقة اللي بينكم. عشان أنا مش هاعمل له حاجة تخلّيه يخونّي، ألف مبروك. أنتِ هنا المصدر بتاعِك إنِّك أنتِ مش تعملي حاجة، طب وماذا لو كانت السقطة جاية من حتّة تانية خالص؟ لأ، أصله هو متربّي، التربية لا تمنع الفتن. بس عمومًا حاجة أحسن بكتير، هو متربّي على إنه كده دي سِمة فيه زي ما أنتِ قُلتِ، صفة فيه. هو عمومًا شخص مُخلص لالتزاماته كلّها. غالبًا هييجي ليه يخون الالتزام؟ غالبًا. لأ، ده عشان حد يعرف ربنا، وبالتالي هناك عهد بينه وبين ربنا أقوى من العهد اللي بينه وبيني أصلًا، وبالتالي طول ما هو ملتزم بالعهد اللي بينه وبين ربنا الأمر جيد. هتقولي طب ما ممكن برضه العهد ده يُقع في يوم من الأيام، كل ده ممكن، بس مين الأكثر احتمالية إنه يتمسك بيه؟ اختار براحتك، شوف الsource بتاع ده إيه وأنت حُر، عايز أي source من دول، بس ركّز دايمًا هو إيه اللي يخلّي البني آدم اللي قدّامك عنده احتمالية أكبر في الإخلاص، في استمرارية في الالتزام ناحية هذه العلاقة، واختار على أساسه، ما فيش مشكلة خالص. فإحنا المشكلة كلّها في نظرتنا لفكرة بناء الثقة والكلام ده كلّه، ده اللي بيختلف يعني. بالظبط، عشان كده بقول مفيش حاجة certain في الحياة يعني. ودايما نقول relax nothing is under control، ولكن بنعمل اللي نقدر عليه. يعني أعقلها وتوكل، اللي هو أنا بشوف اللي قدامي ده مدى إخلاصه في العموم شكله إيه. إخلاصه لربنا، إخلاصه لشغله، إخلاصه للناس اللي هو حواليه، بيتكلم عليهم إزاي، هل هو لما بيبقى في مشكلة ما بينه وما بين حد ممكن فعلا يبقى خاين ويطعنه أو كذا، يقول له ما هو اللي كذا، ما هو بيحب يعلق شماعات على الآخرين. يعني الكلام ده ناخد بالنا منه قوي قوي في الخطوبات وفي التعارف في الأول، اللي هو طريقة كلامه. انت مش انت عشان بيحبك فانت لطيف ومخلص معاكي دلوقتي في الخطوبة بس، لا نشوف هو مع صحيح، عيلته وآراء عامل ازاي مع وحتى الآخرين. لو كده في بقى كمان اللي هي الحدود اللي بتتحط جوّه العلاقة نفسها، إنه ما ينفعش بقى كل واحد بيتعرّض لأي نوع من أنواع بيسموها الpoor boundaries، الحدود الضعيفة، اللي هو أنا مختار مراتي على إنها شخصية محترمة، متربية كويس، تعرف ربنا، وبالتالي تروح مع أي حد وتخرج مع أي حد وتعمل أي حاجة في الدنيا. طب أنت ليه بتعرّضها أصلًا لفتن أكبر؟ في حدود في التعاملات. يعني ليه جوزي يبقى في واحدة مُقرّبة ليه بشدة، تسافر معاه، بتعمل معاه، مش عارف إيه، لوحدهم، بينهم حاجات، ليه أصلًا؟ ونرجع أصله متربي، ما هو متربي، وما يعملش كده، بس كمان في حماية، في شيء من أمور الحماية كمان بتتحط، هي دي الboundaries اللي هي لأ، حدود لا تُخترق يعني بين اتنين. هو اختيار وهو حدود وهو في الآخر تقوى، ورب الكريم يحفظ يعني الناس، بس طبعًا الاختيار واحدة من الstages المبكرة المهمة. طب وفي حتة الاختيار ده ساعات بيبقى نمط الشخص أو يعني طبيعة شخصيته إن هو عاطفي جدا، اللي هو خطيبها ده مثلا عاطفي قوي ومغرقها هدايا وطول النهار ما كلمتنيش ليه، وحشتيني بقالك 10 دقايق والكلام ده كله. ساعات بنخاف من الشخصية دي شوية، إنها في الحياة بقى ومعترك الحياة زي ما بنقول بقى والستريسز و... يعني الحياة العملية بقى فعلا، إن هو يبقى عاطفي برضو بزيادة خارج إطار الجواز، لأنه هو يعني ما قدرش إن هو يحكم العقل المنطقي قوي بسبب إنه العقل العاطفي عنده قوي جدا. بُصّي، هو مش مسألة تحكّم، مسألة إنه لمّا كان عاطفي، هل ده كان في الإطار السليم؟ يعني لمّا واحد عرف واحدة، بعد أسبوعين، شهر، أغرقها بالكلمات المُبالغ فيها. أعرف أنا إيه عن واحدة في شهر؟ أو لا ما أقدرش أعيش من غيرِك. أنتِ رُكن من أركان حياتي، حياتي إيه ده أنا عرفتِك من شهر.
علامة. مش كده؟ too good to be true. انت مفيش حد زيك في شهر، يعني ده كلام مبالغ فيه. واحيانا تصرفات مبالغ فيها، هدايا ضخمه جدا، محاولات للاسترضاء، تفضيه وقت تماما، كل ده يعني شوق وويل وغنى ومواويل في 28 ليل. ليه يعني؟ ليه كل ده؟ ده مبالغه وفي مش محلها، لان دي لا مراتك ولا اي، فانت مش محلها. بس انت تقبلت هذا الامر اللي مش في محله على اعتبار ان هو حاجه حلوه ليك. بعد شويه لما يحصل مع حد تاني مش ليك، انت مش هتتقبله، مع انه هو ما كانش ليك برضه. يعني هو ده هنا في غير محله وهنا في غير محله. فاكتشوال الحقيقه دي علامات المبالغه، الاغراق العاطفي في غير محله، لانه غير محله. سواء غير محله لانه العلاقه لسه مبكره قوي، او غير محله ان احنا في بينا علاقه اصلا. دي كلها علامات، وهو ممكن جدا تكون علامه انه ده ممكن يحصل تاني. بس انت تقبلتها هنا عشان كانت بتاعتك، ورفضتها هنا عشان تبقى حد تاني. طب والحد التاني اخباره ايه؟ موافق عشان كنتي زعلانه منها قوي، اللي هو ازاي دي خربت بيوت؟ لا، هي تقبلت اللي انت تقبلتيه قبل كده. ف ايوه. بس ده بيحصل احيانا، بل بالعكس، ان احيانا بتلاقي انه في واحد وليس طعنا في اي حد، ولا اللي قبل ولا اللي ولا عرض ولا اي حاجه، كلها سقطاته. بس هو واحد اصلا اتعرف عليها خيانه لعلاقه تانية، بس وعدها بان هو هيحفظها ويصونها. طب ما دي علامه برضه، ما هو اوريدي، صح. انتوا مدخل العلاقه بتاعكم كان في خيانه لعلاقه تانية، حتى لو كانت سيئه بايظه خالص. بس انت ليه ما خلصتهاش وانجيت؟ النصيب، القدر جمعني بيكي. لا، الحقيقه انه العزم بيقول لا والله، الواحد يتخير الوقت اللي ممكن يروح بيه لحد كمان مره. ده مش طعن في حد، لان كلنا ممكن عرضه لحاجات زي كده، كلنا عرضه لحاجات زي كده. ولكن النظر لده ممكن يخلي حد يوقف الموضوع. يعني واحده تقول لا، او واحد يقول لنفسه لا انا مش ده. يعني لعل وعسى الكلام ممكن يفيدني يفيد حد من اللي بيسمعني، الله اعلم. عشان كده بنقول ان اي تصرف فترة تعارف، فترة الخطوبة، بيقول شيء عن الشخص اللي قدامي. يعني لازم نبقى صحيين لده. وعشان زي ما احنا دايما بنقول، العقل المنطقي بقى ده هو اللي احنا المفروض نشغله قوي 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 في وقت التعارف. لان انا لو انا هواية جاية على انه عمال يقول لي مش قادر اعيش من غيرك وحب بقى اللي هو مكثف، فده هواية مبسوطة بيه، لا ارجع بقى اطلع لللوجيك كده شوية واشوف ده بيقول ايه عن هذا الشخص. صحيح جدا، صحيح جدا، لانه يعني it's not magical، يعني مش صحيح جدا. كل حاجه بتطلع بتاثر في قراراتي. مش معنى ان كل حاجه، لو اي حاجه طلعت غلط هقول لا. بس لما اجمع كده واقول والله 80%، 80%، 70% من اللي شفته امر جيد، والباقي امر ما يضرش، يبقى انا بجمع معلومات. غير لما يكون كل الموضوع اللي عندي هم 5% تحفة جدا، بس الباقي كله يا اما غايب عني يا اما شفته ومكمل. اكيد طبعا. فاحنا هنا اتكلمنا على الشخصيات اللي هي انا مش واثقه في اخلاقه في العموم، في اخلاصه، في التزامه. مش الشخصيات اللي هي عاطفي زياده عن اللزوم. في برضو شخصيات تانية ممكن ان انا اقلق منها في فتره الخطوبه، انها ممكن يعني تبقى عرضه لحته الخيانه. بص، انا مش بقول شخصيات الحقيقة، يعني لان ده هي تصرفات. انا ما اقدرش اقول على حد شخصيته كده، تصرفاته دلوقتي. وانا يعني المفروض اللي بيتلقى حد، بيقابل حد عشان غرض للجواز او غيره، انا مركز مع تصرفاته، ماليش دعوه بشخصيته. لا اتهمه انه شخصيته وحشه، ولا اقول ان شخصيته حلوه. هو التصرفات اللي باينه قدامي. فزي ما انت قلت كده، في تصرفات المبالغه تصرفات فيها مشكله. تصرفات الخضوع وعدم اظهار اي نوع من انواع الراي، تصرفات تقلق على المستوى العام. مش بتكلم عن الخيانه دلوقتي، بس تقلق. هو ليه الشخص ده ملوش اي راي؟ تابع تماما. تصرفات انهيار العزم الدائم، اللي هو انا ما اعرفش ابطل اكل، انا ما اعرفش ابطل سجاير، انا ما اعرفش ابطل خروج، انا ما اعرفش ابطل. انهيار العزم ده لا، لانه
الفتن كتيرة وجديدة وموجودة، فاللي هو انت منهار قدام انت منهارة قدام اي حاجة، ما ممكن اي حاجة تخلي الامر ينهار. ودي حاجة كمان مرة، دي علامات عامة، مش بس على الخيانة، هي طبعا ليها علاقة بالخيانة. في كمان حاجة، فكرة انه حد اللي لا يقبل الا انه ياخد كل حاجة، عايز كل حاجة ومصر انه ياخد كل حاجة، بيبان، ممكن يبان براق شوية. فانا لما واحد تقول لي مثلا انا لما عاوز حاجة تجي لي، لا انا اقلق قوي على فكرة. البني ادم الطبيعي عارف ان هو في حاجات تنفع وفي حاجات ما تنفعش، عشان هي دي الحدود. في حاجات هنا عايز بس مش همد ايدي، ما ينفعش، لانه حرام، لاني متجوز، لاني عندي عيال، لاني اي حاجه، اي حاجه، فلوس في جيبي، مش هتكلم على خيانه، والحاجه قدامي معايا الفلوس، بس لا مش همد ايدي في جيبي واشتريها، لانه انا عندي عيال، لان عندي التزامات اخرى، ان عندي ايجار اول الشهر. فنفس الفكره، البني ادم اللي لا مفيش بينه وبين ما يشتهيه اي حاجه، ده مقلق طبعا. الشخص اللي ما عندوش الكونسبت بتاع ان الحياة مش بتديلك كل ما تشتهي، يعني اللي يس، ما هو عندوش كنترول، بالظبط، اي حاجه عايزها. عنده نهم، عنده نعم صحيح. ملول، طماع. يعني برضو هي زي ما احنا بنقول، احنا مش بنوصم حد يعني، بس هي تعتبر الظاهر عليه، analysis، يعني الظاهر عليه analysis للشخصية. مظهر، ده مش في موقف بقى، مم. الظاهر عليه حاجه زي كده، اقلق. مم. اقلق بغض النظر عن الخيانه، يعني اقلق، عيبه ظاهر. في حد يعني بيطلع منه لقطه لقطتين، في حد عيبه ظاهر خلاص، هو حياته كده uncontrollable، ما حدش مش عارف يتحكم في نفسه، لا وهو ظاهر كده على طول، لا طب دي علامه مش حلوه يعني. وعشان كده بقول ان في نقطة يعني فعلا محورية قوي 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 في التربية، ان احنا ولادنا دول، طبعا غير ان احنا نعلمهم المسؤوليات لان الجواز مسؤولية، ان احنا نعلمهم الكونسبت بتاع ما ينفعش كل حاجة انت عايزها تاخدها، يعني كرغبات. يعني عايز الحاجة دي يلا هشتريها لك، لا ده الولد أصله نفسه في كذا، نفسه يروح كذا، لا هو الولد محور العيلة كلها وإحنا كلنا بنعمل اللي هو عايزه. إحنا كده ده مش حب ولا دي تربية، ده إحنا كده بنأذيه، لأن إحنا بنحط كده في السوفت وير بتاعه إن أنت كل حاجة يلا نفسك فيها شاور عليها بس. صح جدا، صح جدا. احنا ممكن نربي حد ميال للخيانه زي ما حضرتك بتقولي كده، الدلع، الافساد الشديد ده ممكن، والعكس، انه الحرمان اللي هو اذا كنت عايز توصل للي انت عايزه اعمله في السر، لانه هيترفض على طول، اعمله من ورا اهلك. طب ما ده الخيانه، انا عايز اعمل حاجه من ورا الناس، انا عايز احصل على الحاجه اللي انا عايزها من ورا الناس. بنربي حد عنده طبع ممكن يبقى الخيانه، ممكن طبعا ينمى، وممكن جدا ربنا يكرمه ويبقى حد يعدل من سلوكه زي الفل ويبقى تمام، بس طبعا التربيه فيها طبعا عامل دي كبير. نقطة مهمة جدا طبعا جدا، التخويف الرهيب، ان الرياكشنز بتاعتي قوية جدا لما بيجي يقول لي على حاجة غلط عملها، فبالتالي بذكاء بقى الطفل خلاص هو يعني الصدق ده هيبقى صعب عنده شوية، لأنه في عواقب وخيمة، فهيبقى اتعود يداري، اتعود يكذب، اتعود يخترع حاجات، يعمل أي حاجة في السر زي ما انت بتقول. فكل ده الحقيقة يعني مهم قوي قوي في التربية، عشان الشخص نفسه هو اللي هيعاني بعد كده. يعني أنا مش شايفة أن الشخص اللي بيخون ده شخص سعيد، يعني سعيد باللي هو بيعمله، أو مثلا خلاص والله أنا عندي علاقة موازية وجوازي أهو ماشي يعني بالزق هو كده، عشان نبقى فأنا حقانيين كده يعني، تمام. هو مبسوط عشان نبقى حقانيين يعني. بس لو بتتكلمي يعني على على سعادة، طول ولا مؤقتا؟ لو سعادة المعنى ان هو راضي عن نفسه وحاسس انه صح، اكيد لا. انما البهجة او المتعة اللحظية دي اللي ممكن تبقى يوم 2 3 4 شهر، طبعا يعني مش هنقول ما هو او هي مستمتع باللقطة دي، العواقب وخيمة، اكيد، وبالتالي هتهد بعد كده كونسبت الحياه الطيبه عندك، اكيد، وان كنت مستمتع. وده على كده حاجات كتير قوي، ما فيها متعه كتير قوي في الحياه تفسد الحياه، بس هي متعه الحقيقه، مش هنكذب يعني، في اكل كده يعني عادي يعني. عشان كده أنا عجبني قوي مصطلح بتاع استر بيرل اللي هي بتقول العلاقة الموازية دي كأنها يوتوبيان ريليشن شيب. عجبتني جدا، لأنها بتقول أنت العلاقة الموازية دي أنت متخيل إنها الجنة، اليوتوبيا اللي هي بيرفكت. ليه؟ لأنه مليانة سرية، مليانة تشويق،
على طول وحشاك، على طول قاعدين مع بعض قاعدة لطيفة، يعني فين بقى فين الحياة؟ هي لا تصلح إنها تكون مستدامة، مش عشان الشخص وحش أو حلو على فكرة، يعني لأنه في علاقات الخيانة واحد خان مراته مع واحدة، الواحدة دي شريرة سيئة بالتأكيد؟ لا، ممكن تكون على فكرة ست زي الفل. وهل في احتمالية لو طلق مراته واتجوزها الحياة تمشي كويس؟ وارد، خلينا نبقى واقعيين عشان في واقع، وارد. بس هو وارد، هو انت ما عندكش اي تأكيدات. ليه؟ لأن المرحلة اللي انت بتمر بيها دي مرحلة خاصة جدا، انت تعبان متضايق، وفي وقت كمان في منتهى اللذاذة، فانتوا حاسين احساس حلو، بس ده مش لا يطبق على اللي جاي، الله اعلم انتوا هيبقى فيكوا ايه. اما بقى لو كان الشخص نفسه سيء كمان، فانت ده خلاص سمك في ميه، انت يعني انت بتغامر مغامره عاليه، مش يا ريت سمك في ميه، انت بتغامر مغامره عاليه جدا كمان. فهو بالتاكيد اللي انت عارفه بالتاكيد ان هذه العلاقه الموازيه لم تحصل على فرصتها الحقيقيه في اثبات اذا كانت فعلا علاقه جيده ولا لا. انت معتقد، انت احسن اخر حاجه ممكن توصل لها انك معتقد انها علاقه جيده، انما هي لم تجرب بعد، لان مش علاقه دي زي ما انت قلت كده موازيه، حاجه كده اللي هو تكميليه تجميليه، حاجه يا دوبك قاصره على انه، وفيها اكسايتمنت طبعا، فيها تخبيه وكلمات مش عارف ايه، هكلمك بعدين، فيها حاجات زي كده، فيها شويه حاجات كده. اول ما هتبقى حياه طبيعيه هيتشال منها الحاجات دي، ساعتها هتختبر بجد هي دي فعلا علاقه جيده ولا لا. وبالتالي انت حتى افسدت على نفسك العلاقه اللي جايه. يعني حتى لو هتطلق برضه انت داخل في حاجه مش معروف قوي انت هتنجح فيها ولا لا. يعني الطريق الطبيعي بتاع التعارف العادي والخطوبة العادية أصلا فرصته أوسع بكتير جدا إنك تعرف الشخص عن العلاقة الموازية. يعني أنت بتقول أنا اخترت غلط يعني أنا اوريدي في جواز غلط لأني اخترت غلط، فأنا انجرفت إلى علاقة موازية. طب أنت اخترت غلط في ظروف، أوكي ممكن تكون كنت أصغر، بس الظروف كانت واضحة وفي العلن وتقدر تعرف الشخص وسط أصحابه ووسط المجتمع. خاصه طب لو انت العلاقة متضايق، الموازية دي عرفتها لو انت يعني. متضايق، انت تحت، انت متضايق دلوقتي، انت موجوع متألم، فانت رحت لعلاقه باعتبارها مسكن مخدر، فانت تحت تأثير المخدر، انت مش عارف تعمل ايه، فانت تحت تأثير المخدر، وتحت تأثير المخدر انت فعلا حاسس ان مفيش بين، مفيش ألم، وانت كل حاجة مبسوط حلوة بس انت تحت في يوم من الايام هيتسحب المخدر وهتفوق ساعتها، الله اعلم بقى هو ايه اللي وجع هيحصل. العملية الجراحية الله اعلم هيظهر بقى بقى بالظبط كده اللي هيظهر منك يعني. حلو قوي قوي تحت تأثير المخدر دي، عجبتني جدا انه فعلا عمل عملية جراحية. يعني قفل، آه، او لو الموضوع يعني تطور ان هو فعلا طلق والولاد بقى عمل لهم ترتيبات اخرى وكذا، وراح للعلاقة الموازية دي وبدأ حياة جديدة، راح بقى تأثير المخدر اللذيذ ده، وجه عليه كمان ضغوط نفسية منه هو إذا ما كانتش من الآخرين، إنه لازم أنجح العلاقة. عيش بقى عواقبك كلها، لأن العواقب بتبقى كتيرة هنا في الحتة دي للأسف. طبعا كمان العواقب على الست أكبر بكتير، يعني وارد جدا الناس ترفضك أو ترفضك لأنه عرفوا عنك حاجة. وارد زي ما انت تقولي كده ان انا بحاول انجح علاقة لمجرد العند عشان اقول ان انا كنت صح. وارد العلاقة تنجح وتبقى علاقة جيدة، بس التأكيد لو استمريت على الاتنين، علاقة شرعية وعلاقة غير شرعية، بالتأكيد في حاجة بتبوظ هنا، او الاتنين ممكن يبوظوا. لانه لا العلاقة الغير شرعية عايزة تفضل غير شرعية، عايزة تكمل بقى في يوم من الايام، وانت جايب واحدة منين يعني ولا العلاقة الشرعية لو الأمر اتكشف هتمشي سموث ولا حاجة. فأنت هنا بتريسك بحاجات كتير قوي. لو ست أنت ما عندكيش حتى الأوبشن بتاع إن هو يبقوا علاقتين شرعيتين، هو عشان تبقى واحدة فيهم، عشان واحدة تبقى شرعية لازم التانية تنتهي أو تبقى غير شرعية. قصة فيها مشاكل كتيرة جدا. فبالتأكيد أي كل حد ده في وضع، غنى عن كل ده وضع الكلام ده. ملتبس، كل ده وضع ملتبس مش مظبوط. انت محتاج تتحرك وبعدين تقرر شكلك هيبقى عامل ازاي. آخر حتة عايزة أتكلم فيها بقى إنه كابل لا يعني ما تعرضش لخيانة ولا أي حاجة، بقى لهم كذا سنة متجوزين، في شك بقى، في شك موجود دايما، في تفتيش. يعني الست معرفش ليه عندها هذا الهاجس
أو الشعور، أو هي مش قادرة تحدد ده شعور ولا فكرة. دايما بقول للستات أسألك سؤال: هل انت جاية بالشعور ده من قبل ما تتجوزي؟ يعني هل فيكي الطبع أو في دايما الموضوع ده جواكي ان انا اللي قدامي ده ممكن يكون بيعمل حاجة من ورايا، او يعني انت جاية بالحمل ده اوريدي في الجوازة، ولا في حاجة طرقت خلت الموضوع ده يحصل؟ هو الحقيقة في سؤال تاني، في حاجة اسمها مثيرات الشك. الشك ده أمر موجود عندنا كلنا. إذا كان في مثيرات للشك، يعني النهاردة أنا هزيت المايك، الراجل الطيب ده ممكن يشك إنه كده الصوت هيبقى فيه مشكلة، في مثير للشك عنده، فيبتدي يسمع ويقول لا تمام، أو يقول لي وقف واعدل المايك تاني. مثيرات الشك. فهل يا ترى هو أنت عندك مثيرات للشك ولا لا؟ إذا كان في مثيرات للشك فلازم نتكلم. يغيب عن المنزل كثيرا، مش عارف بيحصل حاجة غير طبيعية، عاداته أو عاداتها بقت مختلفة تماما أو غير، ده مثيرات للشك أنا محتاج أسأل عليها. بس خدي بالك، محتاج أسأل عليها مش محتاج أطمن بنفسي عليها، لأنه ده برضه حل فردي قد لا يتناسب مع الآخرين. مش قد، هو أكيد. إذا كانت الخيانة حرام فالتجسس حرام، وعلى نفس الدرجة، والاتنين كبائر، والاتنين يعني من عظائم الأمور. فمفيش حاجة اسمها كده. يعني اللي هو جوزي ده الموضوع يبقى مش بيخونها، انا شاكه انه بيخونني، فهو ما نعرفش اذا كان وقع اصلا في سقطه اخلاقيه ولا لا، بس انت بالتاكيد وقعتي في سقطه اخلاقيه. وما تقوليليش بتعدي، وما تقوليليش مش عارف ايه، لانه كله بيعدي، ربك بيغفر للكل. انما وارد جدا ان الزوج ممكن يقول لا مش هغفر حاجه زي كده، لا مش عايز اعيش مع واحده بتشكك فبتتجسس عليا. فاذا كان في مثيرات للشك فالطريق فيها ان احنا نتكلم مع بعض، مش ان احنا نفتش على بعض. اما اذا لم يكن هناك مثيرات للشك اصلا، ده انا شاكه كده، كنت بتفرج على التلفزيون فلقيت الممثل الفلاني بيقولوا خان الخيانة زادت اليومين او دول. مثلا، او لقيت بوست على الفيسبوك بيقول انت فاكره نفسك ايه، ده اذا كانت فلانه الفلانيه اللي هي مثلا جميله الجمال اتخانت، فانا اثير فيا الشك، يا ترى جوزي بيعمل ايه. فابتديت لا، هنا بقى نتكلم على اللي انت بتقوليه ده، هو انت الشك ده جاي منين؟ او مش الشك نفسه، الشك عادي امر انساني، انما رد الفعل من وراء الشك ده جاي منين؟ انت بتتصرفي كده من قبل الجواز، ده قصه تانية. وزي ما قلنا من شوية ان الدنيا مفتوحة جدا جدا، كل حاجة يعني متاحة قوي اكتر من زمان بكتير، وده بيخوف الناس وبتقول الدنيا بقت وحشة والدنيا بقت صعبة والحاجات الغلط بقت كتير. أنا شايفة إنه ده مش حاجة وحشة ولا حاجة، يعني أنا شايفة إنه ده بيختبرنا أكتر إحنا كبني آدمين، إن إحنا محتاجين نختبر قيمنا أكتر، إن طالما الحاجة متاحة قدامي، أنا بقى قوتي عاملة إزاي، صلابتي النفسية دي عاملة إزاي، هل بقدر أقول لأ، هل عندي حرية إن أنا أقول لأ للغلط صحيح. ولا ما عنديش. والشخص التاني كمان، ما حجبه الله عنك فلا تكشف. خلاص، هو ربنا ما وراكش ده، ما تروحش انت تحاول تكشف عنه عشان تلاقيه. لو ربنا عايز يكشفه لك هيكشفه لك في ميعاده وفي وقته، ده اذا كان موجود اصلا. ما كشفه لكش، لا ما تروحش انت تقعد تفتش وتفتح وتفتح عشان تلاقي حاجه. ما لقيتهاش تبقى متجسس ووقعت في كبيره، لقيتها يتهد انت بتدور عليه. سيب الامور للي يكشف منها تبقى تتكلم فيه. بالظبط، موضوع فعلا محتاج جهاد نفس شوية، يعني للست بالذات إنها تجاهد نفسها لو هي حاسة بالشك ده، أو حتى يمكن 90% تقول إحساسي قوي جدا. لا، بلاش انت كمان تعملي لو عندها حاجة. حاجه تتكلم فيها تتكلم فيها، لو في حاجة عشان بس واضحة، بالظبط كده، لا عشان لو في مش حاجة بنقول مثلا ملموسة ده قصة انما لو في تانية. زي ما قلنا كده، لو في مثيرات بالظبط للشك، بالظبط ايوه، اه. روحي اتكلمي عن هذه المثيرات. طبعا انا عارف الردود يعني، مم. ما طبعا هيكذب يا ستي، على الاقل تاخدي اجابه ايه اللي بيحصل، مم. ايه اللي يمكن حد يغير نمطه او طريقته، او يمكن يكون واقع في حاجه يلمها ويظبط الامور يمكن. مم. بس اذا اراد الله ان الامر ينكشف، خلاص بساعتها وجه بقى وجه الموضوع وشوفي هتتصرف ازاي. لا، هو ساعات المخاوف بتبقى قوية جدا لدرجة ان هي بتبقى في عقل الشخص كأنها حقيقة، وكأنها تقول لا لا لا، أنا ده الحدس ده إحساسي ده. فهي من كتر المخاوف، فهي عشان كده بنقول الوعي بالنفس مهم قوي قوي هنا، إن أنا أقدر أفرق هي دي مخاوف حقيقية عندي أنا
بسبب شخصيتي، بسبب حياتي، بسبب المحيط بيا، بسبب تأثري بالمحيط بيا، ولا دي فعلا في حاجة بقى محتاجين ان احنا نتكلم فيها. فجهاد نفسي ان انا ولا افتش ولا اسأل ولا اعمل اي حاجة عكس اخلاقي، عكس تربيتي، علشان عايزة اثبت لنفسي حاجة غلط الشخص الاخر بيعملها. صحيح، صحيح جدا. انا استمتعت جدا 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 بالحوار كالعادة، معاك، كالعادة، بجد ربنا متشكرة يخليكي. جدا على وجودك معايا أنا اللي النهاردة. شكرا والله. مبسوطة قوي ان احنا غطينا يعني أسئلة كتير قوي ممكن تدور في ذهن الناس. وزي ما بنقول الموضوع مهم جدا وحساس جدا، ناس كتير قوي حياتها اتأثرت بسببه. علشان كده لازم نقول أصل الحكاية وأصل الخيانة وأسبابها إيه، علشان نفهمها، وعلشان نحمي نفسنا من الوجع، ونحمي نفسنا من أي علاقة ممكن إنها تأثر على ثقتنا بنفسنا وحبنا لنفسنا. وإن شاء الله مستنياكم في حلقة جديدة وموضوع جديد من أصل الحكاية.